وبكده مش بس حياته باظت وفلوسه خلصت، ده من اليأس قرر ينهي حياته بنفسه. فيديو النهارده جايب لك قصه واحد زيه وزيك، حب يبقى غني وحب يمشي الطريق السهل او اللي هو كان فاكره سهل. القصه بدات لما احمد كان فاتح الفيس وظهر له اعلان، والاعلان ده كان لبوست على صفحه مكتوب فيه فكك من النصابين وتعالى اشتغل معايا، وحاطط صوره فلوس كتير وتليفونات كتير كلهم فاتحين لعبه الطياره، وكل التعليقات بتشكر فيه ومنزلين صور شبه الصوره بتاعته مع اختلاف كميه الفلوس ونوعيه التليفونات. وهنا الشيطان بدا يلعب في دماغه وقال طب ما اجرب زي الناس دي، بس الاول حب يتاكد من مصداقيه الصفحه ودخل يبص على المتابعين اللي عليها، لقى عليها اكتر من 120 الف متابع، فاكيد ال 120 دول مش ناس عبيطه، بس قال لك انا برضو اكيد مش مغفل، انا هدخل اتاكد اكتر. فكر يكلم حد من الكومنتات بس قال ممكن يكون ناس مأجرهم برضو، فعلشان يبقى في الامان اكتر قال انا هدخل اكلم ناس من اللي عاملين رياكتات لاف اللي هي احبابته القلب الاحمر ده. فدخل كلم اول واحد وقال له شفتك عامل لاف على بوست عن لعبه الطياره، وان صاحب البوست كسبان فلوس كتير وكسب ناس كتير وانت عامل له لاف، وانت جربت معاه قبل كده؟ قال له ايوه طبعا، ده انا سبت شغلي بسببه، الراجل ده غير لي حياتي، لو كنت فضلت اشتغل لمده 100 سنه ما كنتش هعمل اللي عملته معاه في شهر. وهنا بدات عين احمد تلمع ويشوف دولارات ومجوهرات عماله تقع قدام عينه من السقف، بس قال برضه طب ما اسال حد تاني كده يمكن ده تبعه برضه، فعشان يطمن دخل يكلم واحد تاني، فاللي دخل كلمه ده قال له كلام برضه فمعناه ان الشخص ده غير له حياته وقرب يحقق جزء كبير من احلامه، والاحلام دي كانت واقفه على الفلوس اللي جت من الراجل ده. وهنا قرر احمد ان خلاص هو ده الطريق اللي هيغير لي حياتي، انا عندي 29 سنه، هستنى لحد امتى عشان ابقى غني؟ مفي شباب كتير في سني واصغر مني ومعاهم فلوس طرش وانا مش لاقي اكل، هي جت عليا انا كمان عايز اتمتع بالدنيا. ودخل احمد يكلم الراجل، قال عادي هجرب الاول اشوف الدنيا بتقول ايه، هشوف هيكسبني فعلا ولا نصاب زي الباقيين. وبعت له وقال له لو سمحت انا شفت الاعلان بتاعك على الفيس وحابب اجرب بس الاول. قال له طبعا حقك، حابب تجرب بمبلغ كام تقريبا؟ قال له ما انا مش فاهم انت بتعمل ايه اصلا، ممكن تفهمني الاول بعدين اقرر هيبقى المبلغ كام. فصاحب الاعلان قال له بص قدامك طريقين، اول طريق بتبعت لي مبلغ معين انت اللي بتحدده وبضمن لك انه يرجع بمكسب بدون ما تلعب انت وبدون ما توجع دماغك، انا بلعب لك وبديك المكسب جاهز. والحل التاني وده اللي انا شايفه احسن ليك، انت ممكن تشتري مني السكريبت وبيشتغل معاك لمده اسبوع، ومعاك الاسبوع ده زي ما انت عايز تكسب زي ما انت عايز، وهيبقى اكيد مكسبك اكبر بكتير لان انا اكيد لما بلعب لك باخد نسبه. شوف حابب تعمل ايه وانا معاك في اي قرار، المهم عندي ان انت تكون مرتاح. وهنا احمد بدا يبلع الطعم وقال طب ما اجرب الاول وابعت له 100 جنيه بس اشوف اللي هيحصل ايه. صاحب الاعلان قال له تمام ابعت لي ال 100 جنيه، وبعت له رقم فودافون كاش عشان يحول له عليه. بعد 10 دقايق المية اللي بعتها رجعت 300 وفي 10 دقايق بس. احمد انبهر وقال له بقول لك ايه، هو لو حبيت اشتري السكريبت هتاخد مني كام؟ قال له بص هو ليه اشتراك اسبوعي بدفع في الاسبوع 1700 بس. قال له ممكن تكون شايفهم كتير بس انت معاك اسبوع تلعب 24 ساعة زي ما انت عايز، فال 1700 ممكن تجيبهم في 5 دقايق، مش موضوع يعني، وانت وشطارتك بقى. قال له طب بص انا هبعت لك 300 في 300 تلعب لي بيهم وخدهم بالمكسب واديني السكريبت اسبوع. قال له ماشي يا عم، عشان اول مرة حول لي 600 اللي انت عايزهم دول وهلعب لك بيهم ومش هبعت لك مكسب وهبعت لك السكريبت، ايه رايك؟ وفعلا بعت له السكريبت ووراه بيشتغل ازاي. احمد بقى فتح السكريبت واللعبه وقال لك خلاص باي باي فقر، هولع الدنيا بقى خلاص وهيبقى معايا فلوس طرش. وفتح السكريبت واللعبه وكان شحن ب 600 جنيه اللي باقيه معاه من باقي فلوس الشهر، وبدا الدور وعمل زي ما السكريبت قال له، بس خسر الدور وما حصلش زي ما كان متوقع. وهنا قعد بتنح للتليفون بيحاول يفهم ايه اللي حصل ومش فاهم في ايه، وفلوسه اللي كانت باقيه هيكمل بيها الشهر اتبخرت في ثواني. وقال لا اكيد في حاجه غلط، يمكن اللعبه معلقه، هطلع وادخل تاني اكيد هلاقي فلوس. وطلع ودخل واكيد ما حصلش اي حاجه، الفلوس اتبخرت خلاص. دخل كلم الراجل بتاع الاعلان ويساله ايه اللي حصل ده، الرسايل وصلت بس الراجل ما بقاش يرد، وقعد يتصل عليه على الماسنجر ما كانش بيرد، واتصل كمان على الرقم اللي حوله فودافون كاش، بس لما رد اكتشف ان ده رقم سنترال في الاخر، ورد عليه سنترال وقال له ده سنترال حضرتك وبنتعامل مع ناس كتير في اليوم وممكن اصلا اكون اللي اتعاملت معاه مش من منطقه. قعد احمد متنح في الحيطه وبيحاول يفكر يعمل ايه ومعرفش يوصل لحل ولا بقى عارف يرجع فلوسه اللي راحت ازاي، وقعد يفكر ودماغه تجيبه وتوديه. وهنا الشيطان لعب في دماغه وقال طب ما اعمل زي صاحب الصفحه دي، وفعلا عمل صفحه شبه الصفحه اللي ضحكت عليه وسرق البوستات بتاعتها وبدا يشير في جروبات اللعبه على الفيس، وبدا الموضوع فعلا يشتغل معاه.
ما خدش وقت، بس كان بيبيع السكريبت بس ما كانش بيلعب لحد، لانه عارف ان السكريبت اللي معاه بطيخ. ومع اول واحد نصب عليه اخد الفلوس وشاف ناس من اللي بيزودوا المتابعين على الصفحات واشترى منه 50,000 متابع. كده كده اللي بيعملوا الحركه دي بيكونوا متابعين وهميين فبيكونوا رخاص. اشترى ال 50,000 متابع وده ساعده يكون عنده مصداقيه اكتر، وده نفس اللي حصل معاه. وهنا بعد ما كان عايز ينتقم من اللعبه نفسها بقى ينتقم من ناس ملهاش ذنب اساسا وواقعين في نفس الفخ اللي هو وقع فيه، بس ما كانش يعرف اللي هيحصل معاه قدام. جه في يوم واحد دخل كلمه وقال له انا عايز اشتري منك السكريبت بس مش اسبوع، عايز اشتريه لمده سنه مره واحده. واحمد كان بيبيع الاسبوع ب 1000 ونص، يعني ارخص من الصفحه الثانيه ب 200 جنيه علشان ينافسهم. فاحمد لما حسبها لقى ان مكسبه هيبقى 78,000 جنيه، لان السنه فيها 52 اسبوع تقريبا، فاضرب في 1000 ونص فمبلغ جامد، وده مبلغ ما كانش يحلم بيه. بس الراجل شرط عليه شرط، قال له من الاخر كده ما بحبش حوارات الفودافون كاش والحاجات دي ومبلغ كبير وانا مش واثق ان انا ممكن ابعتهم وتبعت لي السكريبت فعلا، فانت حدد مكان نتقابل فيه اديك فلوسك عدها وشوف هتعمل ايه واديني الحاجه في ساعتها، سلم واستلم. احمد كان مقلق في الاول بس بعد ما فكر المبلغ كبير برضه، واكيد الراجل عايز يضمن حقه مع انه اصلا هينصب عليه كده كده، بس يطمن الراجل لحد ما ياخد منه اللي هو عايزه. وفعلا احمد حدد قهوه معينه وراحوا اتقابلوا فيها، اداله السكريبت واخد منه فلوس في شنطه وما عدهمش طبعا. الراجل قال له مش عايز تعدهم ولا حاجه؟ قال له لا يا عم انا واثق فيك ومش عارف ايه، وهو كده كده بيبيع له الهوا فمش مهم اي فلوس في الشنطه كان هتبقى تمام معاه. وروح اليوم ده احمد وعاش يومه عادي جدا، واتفاجئ مره واحده بخبط جامد على باب الشقه على الفجر كده، ولما فتح الباب لقى الراجل اللي اشترى منه السكريبت ومعاه 5 تانيين. وقبل ما يجمع اللي بيحصل كانوا رشوا في وشه منوم نام في ساعتها وكتفوه ودخلوا الشقه، اخدوا فلوسهم اللي اداها له الصبح واي حاجه قيمه في البيت اخدوها. ولما صحى لقى الراجل اللي قبل الصبح قاعد مستنيه يصحى. قال له اكيد عايز تعرف انا عرفت مكانك ازاي وبعمل ايه هنا؟ فاحمد هز راسه وقال له اه. قال له من الاخر كده الشنطه دي كان فيها جهاز تتبع، فمن ساعه ما دخلت بيتك واحنا عارفين انت فين، وعشان تبقى عارف برضو احنا عملنا ليه كده، انت شغال نصاب واحنا شغلتنا ننصب على النصابين، فلما ننصب على واحد نصاب اصلا مش يعرف يشتكينا للحكومه ولا يعمل اي حاجه، هتروح تقول لهم ايه لما جيت اسرقهم؟ سرقوني. الحاله الوحيده اللي ممكن تنقذ نفسك بيها دلوقتي ان انت تصوت وتلم علينا الشارع، بس للاسف حد ده كمان مش تعرف تعمله لان بقك متكمم في صوتك مش طالع وما حدش هيسمعك، فخليك بقى متكتف كده. واحنا خدنا فلوسنا وكان في فلوس جوه اخدناها، وكان في ذهب كمان اخدناه هو كمان، واي حاجه قيمه جوه مش هتلاقيها، اخدنا كل حاجه عشان انت بغبائك سمحت لنا نيجي لحد هنا. وعشان ما تعرفش تجيب السكريبت ده تاني وتعمل مع حد الحركه دي تاني، احنا فرمطنا تليفونك واي جهاز لقيناه جوه ولمينا برضو كل الاجهزه وكلها هتتباع، لو عوزت حاجه بقى رقمي معاك، سلام. واخدوا كل حاجه قدام عينه ومشوا بيها ومعرفش يعمل اي حاجه، كل اللي عرف يعمله ان هو يتفرج عليهم وهم ماشيين بس، وقعد يعيط ويفكر هيعمل ايه ومخه وقف عن التفكير. كل اللي كان عمال يفكر فيه ان هو عايز يهرب من اللي هو فيه ده دلوقتي، عايز يبعد عن كل الكلكعه دي او حتى يرجع بالزمن قبل ما يشوف الاعلان. وهنا قرر انه ينهي حياته وقام بالكرسي اللي هو كان متكتف بيه ونط من الشباك وانهى حياته للابد. انا عارف ان ده تالت فيديو عن 1 اكس بت والقمار عموما، بس انا كل ما اعمل فيديو عن الموضوع ده عشان انصح الناس والناس تبطل بلاقي الكومنتات عكس الفيديو، وبيبقى في ناس بتتفاخر قد ايه هي بتعمل فلوس من الشيء المنتن ده. دماغك تعبانه حبيبي؟ ها دماغك تعبانه؟ بحكي لك قصص عن ناس اتاذت بسبب القرف ده عشان تبعد. بيجي يكتب كومنت يتفاخر بيه بان هو بيلعب قمار وبان هو بيعرف يعمل منه فلوس وبيشجع الناس عليه. طب متخلف يعني. مثلا اخر فيديو عن الموضوع ده لقيت واحد كاتب كومنت انه كسب 100,000 جنيه بس خسرهم بعد كده لما طمع. طب ما تقول يا عم ان كان في مكسب جامد وخسرته وخلاص، مش لازم تقول ايه ان انت كسبت وتوري الناس ان انت كسبت، لان ممكن واحد يشوف الكومنت يفكر طب ما انا ما اعمل كده واكسب 100,000 وما العبش تاني واسحب. في ناس كتير بتفكر كده. في بقى واحد تاني كاتب ان هو خسر $100 دول تقريبا يعني 5000 جنيه، وفي واحد كاتب لي انه كان خلاص في سفيس ويجي له سكته قلبيه خسر $5000. انت عارف المبلغ ده جامد ازاي؟ ده يعمل حاجات كتير جدا. واحد تاني خسر $2000، واحد تاني خسر $3000 برضه. ولو مش مصدقني ادخل شوف
الكومنتات اخر فيديو عن 1 اكس بت، هتلاقيه اسمه 1 اكس بت دمرت حياة الملايين، واتفرج على الكومنتات. لو مش مصدقني او مش مقتنع بالقصه اللي قلتها لك، شوف بعينك كومنتات الناس اللي خسرت وشوف حسرتهم في الكومنتات، بدل ما تسمع مني مجرد قصه وخلاص. فاتمنى الناس تتعظ وما الاقيش حد في الكومنتات مستوى ذكائه ليفل الزومبي ويقعد يقول انا بكسب ومش عارف عملت ايه وبعمل ايه وهعمل ايه. يا عم خلي حرام لنفسك، ما تنشرهوش واحسن لك بطله اصلا. ربنا لو سترها معاك لحد دلوقتي الحق نفسك قبل ما تلبس الخازوق، مش هقول لك اكتر من كده. وفي ناس عارفها هتتنفخ ان انا عامل فيديو عن الموضوع ده لتالت مره، بس في كومنتات كتيره على اخر فيديوهين ان انا اعمل من النوعيه دي تاني، وبصراحه النوعيه دي عليها ريتش جامد وارقام الريتش مغريه وانا بضعف. فما تنساش بقى اللايك وتشترك وتفعل الجرس وتسيب لي رايك تحت في الكومنتات. وبس يا زميلي كده الفيديو يبقى خلص. سلام.